بتبتدي قصتنا في شمال المملكة في مدينة شوارة اللي بتعتبر مركز الدعم اللوجستي لحكام الشمال في عيلة بايزيد، وفي عشوائيات وضواحي المدينة دي اللي كلمة قذرة مش بتكفيها، زي القتل والعصابات والدعارة وكل الموبقات اللي ممكن تتخيلها واللي مش هتقدر تتخيلها. بتشوف بطل قصتنا فلاد بيبص لسيف متعلق عند حداد، وبتقرب منه بنت اسمها جيميانا وبتقول له كنت عارفة انك هتسرح تاني، خدت بالك انك بتسرح كتير الايام دي؟ بيقول لها فلاد بطلي، انا جيت هنا عشان ارتاح. بتقول له ايه حكاية الاشاعات اللي بتتقال عنك؟ بيسألها اشاعات ايه؟ بتبص حواليها وبتقول له بصوت واطي لسه بتسمع صوت لما بتمسك حاجات زي العصايه؟ انت اكيد عملت خطيئه في الجيل الماضي، مش منطقي يضربك برق في يوم صافي، والبرق كان لونه اسود، لازم تفضل هادي الفتره دي من غير مشاكل. سمعتهم بيتكلموا عن القسيس الجديد انه بيحس بالعلامات، وكان بيشتغل مفتش في مدينه هيرسي، ولو حس باي حد ملبوس هيحكم عليه بالحرق. بيقول فلاد انت بتقولي لي ليه الكلام ده؟ بتقول له جيميانا الحق عليا خايف عليك وعارفاك بتاع مشاكل، اوعى تكون فاكر انه محدش شاف حادثه البرق دي، الكل بيتكلم فيها ومش مستغربه تكون بتراقب وياخدوك الكنيسه. بيقول لها فلاد مش هياخدوني الكنيسه عشان بتفرج على سيف. بتقول له وبتضيع وقت ليه؟ خش اشتريه. بيقول لها ثمنه غالي. بترد يعني سيف عند حداد في المنطقه التعبانه دي هيكون كام مثلا؟ بكام؟ انا هشتريهولك. بيقول لها 5 عملات ذهبيه. بتقول له جيميانا ده جنان، 5 عملات ذهبيه لقطعه الحديد دي؟ بيرد فلاد الواحد بيعيش فيهم سنه. وبيسمع صوت الحداد بيزعق من جوه قطعه حديد؟ يلا من هنا منك ليها، دي حاجه اكبر منكم. بتقول له جيميانا امال مين اللي هيشتري؟ محدش بيشوفه الا اهل المنطقه دي، باين عليك خرفت. بيقول لها الحداد ايه خرفت؟ انت عيله صغيره لسانك اطول منك. بترد جيميانا انت تعب نفسك في حاجه ما حدش بيستفاد منها الا الفرسان، وفي المنطقه دي مش هتلاقيهم. بيقول لها الحداد روح لشغلك يا بنت في المطبخ واغسلي المواعين. بتعصب جيميانا وبتقول له انا مش عيله، انا بنت كبيره. بيمسكها فلاد وبيسحبها بعيد وبيقول انت بتعملي مشكله من ولا حاجه، معلش يا راجل يا طيب احنا هنمشي. تقول له جيميانا وهي متعصبه سيبني يا عم وانا قلت حاجه غلط؟ بيقول الحداد لنفسه البنت دي زي القطط بتاكل وتنكر. بيبص للارض وبيشوف اثر رجلين فلاد وبيقول باين انه بقاله كتير واقف هنا، لازم يبص لشغله بدل الوقفه دي. وبيمسك السيف في ايده وبيقول لو الواد ده طموح هيعاني كتير في المنطقه دي، اللي هيتولد هنا ما يعرفش يخرج من هنا، السيف ده هبيعه للي يقدر يخرج، بس ده اخر حاجه عملتها، مش عاوزها تفضل في المنطقه الزباله دي. بس لما بشوف الواد بحس انه شبه السيف، هما الاتنين بيلمعوا وسط المكان المقرف ده زي النجوم. وبنروح دلوقتي البار وبنشوف راجل اقرع بيجرجر بنت من شعرها وبيزعق وبيقول انت يا بنت لازم تعملي اللي بقولك عليه من سكات، بتخدعيني. تقول البنت انا ما عملتش حاجه. بيقول الاقرع انا بقالي 20 سنه مرتزقه جايه تضحكي عليا بالمخدرات المضروبه دي. وبيكون فلاد واقف في الطرقه وشايل صندوق فيه شمع وبيقول كل يوم لازم يكون في دوشه في ايه؟ بيقول له المرتزق جيت في وقتك يا بائع الشمع، روح هات لي صاحبه البار. بيرد عليه فلاد لو عاوز تقابل صاحبه البار لازم تدفع ذهب مش فضه. بيقول له المرتزق اساسا الخدمه عندكم وحشه وفوقها بتطلبوا ذهب، لو صاحبه البار مش موجوده روح هات امك. بيبص له فلاد ببرود وبيكمل المرتزق الشمع ده نصبايا، ازاي تخلص الشمع ولسه يا دوبك ما قلعتش قميصي؟ بيقول له فلاد وفين التسليه في شمعه ال5 دقايق؟ بيتعصب الاقرع وبيقول انت قلت ايه؟ بيقول له فلاد انت مش مقتنع ان الشمعه 5 دقايق؟ ماشي بص على الساعه هولع شمعه شوف هتفضل 5 دقايق او لا، لو الشمعه خلصت قبل 5 دقايق اعمل اللي انت عاوزه مع البنت دي، بس لو الشمعه خلصت على 5 دقايق هضربك بايدي لحد ما تموت. بيبص الاقرع على فلاد وهو مصدوم من كلامه وبيولع فلاد الشمعه والناس بتكون بتتفرج في البار. وبعد 5 دقايق بتخلص الشمعه، بتصدم الاقرع وبيبص للساعه بيلاقيها 5 دقايق فعلا، ولما بيرجع بيبص لفلاد بيلاقي عصايه لبست في وشه. بيقول له فلاد 5 دقايق بالظبط نتحاسب بقى. بيضربه برجله وبيدخله الاوضه وبيقفل الباب وبيقول له النهارده اخر يوم في عمرك. يبص له الاقرع وهو مرعوب وبيقول له ارجوك استنى. بيبتدي فلاد يضرب فيه وبيقول انت المخادع هنا، ازاي واحد زيك كان مرتزق 20 سنه؟ تاني يوم الصبح في البار بيكون بطلنا قاعد مع واحد وواحده وبيقول لهم اعتقد في حد لعب في الشمعه خلصت قبل 5 دقايق، في حد بيلعب في حاجتنا يا جورج. طبعا جورج بيكون بياكل ومش مهتم. وبترد البنت اللي هي صاحبه البار مارسيلا بصوت عالي ايه ومين اللي بيتجرأ ويلعب في شمع الزهره المقدسه؟ بيقول لها فلاد هنبتدي ندور على اللي عمل الحاجه دي. بتقول له مارسيلا طبعا هندور عليه وانت اللي هتدور عليه. بيقول لها فلاد طيب ازاي هعرفه؟ بتقول له مارسيلا انا عارفاها اصلا. بتصدم فلاد وبيقول لها مين؟ بتقول له هي بتبتسم انا اللي غيرت فيها، عملت كده عشان نكسب فلوس اكتر من المتخلفين دول. بعد شويه بنشوف بطلنا نازل البدروم وبيقول لنفسه ضربت واحد ملوش ذنب بس اعمل ايه طالما صاحب الشغل عاوز كده. بيوصل تحت وبيكون في مجموعه من رجاله جورج وبيقول واحد منهم هي انت سمعت انك اخدت تبس حلوه امبارح، احنا الكبار نعرف نقول لك هتصرف الفلوس دي ازاي. بيقول له فلاد بحده عاوز ايه يا برالايت؟ بيقول له برالايت روق يا عم ما تعصبش انا عاوز اعمل معاك ديل. بيقول له بطلنا صفقه ايه؟ بيرد برالايت ادينا شويه فلوس وهتاخد حاجه قصادها. وبياخده للمستودع وبيوري له طفل اسمراني متدغدغ من الضرب. بيقول له ايه رايك تعرفه مش كده؟ هديهولك قصاد 40 فضه بس. بيقول له فلاد وصوابعه ورجليه عملت بيهم حاجه؟ بيقول له برالايت وانا هندهلك بعد ما اعمل كده؟ اكيد لسه كل حاجه تمام كنت بعلمه الادب بس. بيتضايق فلاد وبيرمي فلوس على الترابيزه وبيقول برالايت سيد الرجاله والله يا فلاد. بيقول له فلاد المره الجايه اقتله وبلاش تنده عليا. بيمشوا وبيقول لهم برالايت شفتوا قلت لكم ان هو هيوافق، العيال الصغيره دول بتوعه هو اللي بينظمهم. وبنرجع لفلاد اللي بيكون بيبص الواد وبيقول له اسف يا فلاد كنت هتصرف بس. بيقول له فلاد في حاجه فيك مكسوره؟ بيرد الولد لا
بيقول له فلاد يلا امشي من هنا قبل ما اضربك. بيقول له الواد حاضر شكرا ليك. بيقول فلاد لنفسه كل ما اجمع شويه فلوس تروح تاني. وبنروح دلوقتي المكتب في المينا، وبيكون في شاب اسمر قاعد معاه بطلنا، وبيقول له الاسمر بس الواد ده محظوظ، يعني ما حصلش معاه زي ما حصل معايا. انت فاكر لما اتقطعت صوابعي واوتار رجلي؟ صحيح انا سمعت انه الست مرسله غيرت في الشموع مش كده؟ بيقول له فلاد الاشاعات وصلت لحد هنا؟ بيقول له الاسمر من فتره بس الناس مش مصدقاها، الكل عارف انها بتعمل الشموع بايدها، والكل يعرف انها مش بتخدع حد. بيقول له فلاد انا عارف الكلام ده، بس الغريب انه جورج ما قالش ولا كلمه، الغريب ان هما الاثنين مش بيدوروا على المشاكل. بيقول له الاسمر انا عارف ان هما مش بيعملوا مشاكل، بس ايه تفسيرك للحادثه دي؟ اكيد في سبب. بيساله فلاد هيكون ايه؟ بيقول له الاسمر باين ان هما عاوزين فلوس بسرعه. بص يا فلاد لازم تخلي بالك كويس الفتره الجايه، لما المنظمه بتجمع فلوس بسرعه ده معناه انه في حرب مع منظمه تانية، وبنعرف ان الاحياء الفقيره في المدينه بيتحكم فيها 5: فارس الندالة جورج، وجزار الخنازير الدب الاسود، وصياد الحيتان كابتن هوفر، وحاصد الاموال ابو دراع واحده. وبنروح للبار وبيكون فلاد قاعد على الترابيزه وقدامه ناس كتير ومعهم زعيمهم حاصد الاموال، وبيقول انت يالا فين القائد بتاعك؟ بيبص له فلاد ببرود وبيقول لنفسه حاصد الاموال هنا بنفسه؟ معقول نكون بنجهز لحرب؟ بيزعق لواحد من رجاله حاصد الاموال انت يالا ما سمعتش الرئيس بيسالك عن القائد بتاعك؟ بيكشر فلاد وبيقول ببرود مش عارف انا يا دوبك بيع شموع. بيتعصب الراجل وبيخبط الصندوق اللي فيه شموع وبيكسره، وبيقول بعصبيه لو ما تعرفش هو فين تروح وتجيبه هنا. ونشوف الناس بتتفرج وخايفه من اللي بيحصل، الشمع كله اتكسر في الارض. بيقوم بطلنا وبينزل يلم الشمع وبيقول انت كسرت كل الحاجات الغاليه دي؟ احنا خلصنا شغل النهارده. بيقول الراجل لنفسه الحيوان ده مش حاسس بالوضع اللي هو فيه. بيقول فلاد ابعد رجلك. بيقول الراجل ايه؟ بيقول له فلاد بقول لك ابعد رجلك. بيتعصب الراجل وبيرفع رجله عشان يضرب فلاد، بس فلاد بيبعد عنه وبيخبطه على رجله بالعصايه، وبيقوم بسرعه وبيخبطه في وشه، والناس كلها بتتصدم. وهنا رجاله حاصد الاموال بتهجم على فلاد، بس حاصد الاموال بيقول ثابت عجبني الولد ده، بص انا عندي ايد واحده يعني لازم تقدر كلامي. بيقول له فلاد انا مش بميز حد عن حد حتى لو معاه. بيضحك حاصد الاموال بصوت عالي وبيقول انت عيل مجنون، خلينا نتكلم لوحدنا بعدين. وهنا بيدخل جورج وبيقول حاصد الاموال ايه اللي جابك هنا؟ لو قلت لي انك جاي كنت جهزت لك وليمه. بيقول له حاصد الاموال مش مستاهله انا مش غريب. بيقول له جورج باعتبار اننا عندنا ضيوف خلينا نطلع نقعد فوق، ما تقلقش مارسيلا معروفه بحسن الضيافه. وبيطلعوا فوق وبيبتدي بطلنا يلم الشمع اللي اتكسر. وبعد شويه بينزل حاصد الاموال وبيقول لفلاد انت يا نجم الرئيس بتاعك بيمدحك كتير، عيني مش بتغلط في الحكم على الناس، لما تتعب من الشغل هنا تعالى واشتغل عندي. بيقول له فلاد انا شغال هنا باكل وبنام وباخد فلوس. بيضحك حاصد الاموال وبيقول احنا برضو هنعمل كده، امسك دي تمن الشمع. وبيرمي له عمله ذهبيه وبيقول له فلاد ده كتير. بيقول حاصد الاموال لو جيت تشتغل عندي هتاخد منها كتير، ما تنساش ان انا حاصد الاموال. وبيخرجوا من البار وبيقول فلاد لنفسه ده باين انه مبسوط، معقول الدنيا بقت تمام؟ وبتنده جيميانا على بطلنا فلاد جورج عاوزك فوق. ونشوف جورج وفلاد قاعدين على البار، وبيتفاجئ فلاد بسيف قدامه وبيقول جورج كنت هديلك ده بعدين بس الظروف اتغيرت خليه معاك. بيقول فلاد لنفسه باين الجو مش رايق، الظاهر انه الكلام بين جورج وحاصد الاموال مش حلو، وبيكون الكل مش مرتاح. وبيقول جورج مش عاوزك تبيع شمع. بيقول فلاد طب عاوزني اعمل ايه؟ اجمع الفلوس؟ بيقول جورج جات لنا معلومه ان حاصد الاموال جاك بيجيب ناس من بره فرسان مرتزقه. بيقول فلاد زيك يعني؟ بيرد جورج ايوه زيي، وبنعرف انه جاك عنده ناس كتير بس ما قدرش ولا مره يغلب جورج، ودلوقتي جاي فرسان والوضع هيتغير. بيكمل جورج كلامه الوضع مش تمام واحنا محتاجينك. بيقول له فلاد مين انا؟ بيقول له جورج اجهز هديلك مهمه قريب قوي. تاني يوم بيكون بطلنا بيفتكر صاحبه هارفن صوابعه واوتار رجله مقطوعه اللي منعته من المشي، ازاي كبر نفسه وتعلم اللغه والرياضيات وبقى دلوقتي بيشتغل عند الكابتن هوفر. بيقول لنفسه لازم اتعلم لوحدي عشان ابقى اكبر. وبيكون بيتدرب بالعصايه وفجاه بيسمع صوت غريب بيقول فلاد لازم تضايق الزاويه وانت بتضرب لتحت. بيقول فلاد ايه ده؟ انا بقالي فتره كل ما بحرك العصايه بسمع الكلام ده. وبنعرف انه بقاله شهر بيسمع الصوت ده من وقت ما ضربوا البرق الاسود. وبيقول فلاد لازم اشرب الماء المقدسه قبل ما اشتري سيف، لازم اتجاهله عشان يسيبني في حالي، ركز يا فلاد. وبيضرب فلاد العصايه وبيقول الصوت ضيقه، وفعلا بطلنا بيضيق الزاويه وبتكون الضربه اقوى واحسن. وبيقول فلاد لنفسه ايه ده؟ دي زي ما تكون مسار السيف، ازاي دي وصلت لدماغي؟ وبنروح دلوقتي المكان في الغابه وبيكون الوقت ليل، وبنشوف واحد بيمسح سيفه من الدم وبيقول فصل الشتاء ساقع قوي لدرجه ان انا مش حاسس بعضمي. وبيبص بين الشجر وبيحس ان في حد بيراقبه وبيقول يا اما انك غبي او عامل نفسك غبي، اخرج ما تخافش. وبيقول الصوت من بين الشجر سيد ستانجا. بيقول له ايوه انا ستانجا، انت فلاد؟ انا سمعت ان النقابه موجوده في حي فقير، شعرك اشقر وعينيك زرقاء، الناس تفتكر انك من النوبله. بيقول بطلنا دي رساله من القائد. بيقول له ستانجا المنظمه المعاديه جابت مرتزقه فرسان تحارب معاهم عشان كده جورج محتاجني. بيقول له فلاد انا هوصلك للمكان، لازم نوصل بالليل بعد يومين. بيبتدوا المشي وبيقول ستانجا انا مش متاكد ان لازم امشي ورا واحد غبي زيك، باين انك ما تعرفش تعمل حاجه، لو قلت لي واحنا في السكه اننا مشينا في طريق غلط هموتك. بيبص له فلاد ببرود وبيمشي وبيقول انت حاول تحصلني بس. بيتفاجئ ستانجا وبيقول لنفسه ايه ده؟ ايه تجاهلني ولا حد خاف مني؟ عشان كده جورج بيحبه. بعد شويه بنشوفهم قاعدين في مغاره وبيكونوا بيبصوا لبعض. يقول ستانجا بتبص لي كده ليه؟ اول مره تقابل فارس متقاعد؟ انت من الارياف ولا ايه؟ انت فلاح ولا؟ بيقول له فلاد تقريبا. انت جاي منين؟ بيجاوب ستانجا من ديكيا. بيقول له فلاد يعني من الارياف. بيتعصب ستانجا وبيقول لو تهنا بسببك
انا هقسمك نصين. بيقول له فلاد بس يا عم كل شويه الكلمتين دول، وبيطلع فلاد شرايح لحمه من شنطته وبيقول استنجا يا سلام لحمه حمرا طازه. بيقول له فلاد دي حصتي، انت مش معاك حاجه تاكلها؟ بيخرج استنجا قطعتين لحمه بايظين وبيبص بيلاقي فلاد شك اللحمه وابتدى يشويهم وبتطلع ريحتهم. بيجري ريقه وبيقول بقول لك ايه، ما عندكش اسئله عاوز تعرفها؟ اجاوبك على كل سؤال بس قصاده هتديني شريحه لحمه. بيبتدي فلاد ياكل وبيبص له ببرود وبيقول له عاوز كام؟ لو عجبوك قول مش مشكله. بيتعصب استنجا وبيقول انت يالا انا فارس مش بطلب حاجه، الحاجه بتيجي لقدامي. بيقول له فلاد طيب انا عاوز اعرف حاجه، تعرف تستخدم الهاله؟ بيبتسم استنجا وبيقول مش كل الفرسان يقدروا يستخدموا الهاله، وانك تستخدمها في القتال ده موضوع تاني. بيقول له فلاد يعني تعرف تستخدمها ولا لا؟ بيبتسم استنجا وبيقول ايوه. بيبتسم بطلنا وبيمسك اللحمه كلها وبيقول له خدها كلها. بيبص له استنجا وبيقول له مش قلت لك الحاجه بتيجي قدامي؟ وبيسحب سيفه وبيقف وبيغمض عينه الشمال وبيقول فلاد انت غمضت عينك الشمال ليه؟ بيقول له استنجا بص يالا ركز، هو ده جوهر الفرسان، ونشوف حوالين السيف هاله. وبيفتح عينه الشمال وبتظهر منها هاله وبيكون السيف بيلمع بهاله قويه. وبنروح دلوقتي للمدينه وبيكون بطلنا واستنجا وصلوا. بيقول استنجا حاسس اني مشرد. بيقول له فلاد الاحسن برضه اننا نظهر مشردين مش فرسان. بيقول له استنجا انا فارس، ليه لازم اعدي في المتاعب دي كلها؟ بيقول له فلاد جورج قال لي لازم ندخل سر، يعني ما كانش ينفع نخش من البوابه الرئيسيه، يلا بينا لما نوصل هجهز لك الحمام. وبيمشوا في اتجاه الحانه وبيحسوا ان الجو غريب وكل حاجه حواليهم هاديه. بيقول له استنجا ايه الهدوء ده مزعج قوي. بيقول له فلاد الوقت متاخر عادي. ولما بيدخلوا الشارع بيتصدم فلاد وبيقول استنجا هو المكان عندكم دايما بالشكل ده؟ ونشوف ناس مقتوله في الشارع. وبيقول فلاد لا بس باين ان هم ابتدوا الحرب، بص لازم كل واحد فينا يخش من ناحيه، انت خش من الباب اللي ورا ما حدش يعرفه الا المنظمه. بيقول له استنجا وانت؟ بيقول له فلاد انا هدخل من الباب الرئيسي اشوفك بعد شويه. وبيخش بطلنا البار وبتكون الدنيا مقلوبه وبيكون جورج ومارسيلا بيتعالجوا. بيقول له جورج الحمد لله على السلامه، جاك هجم علينا وزي ما توقعت اللي معاهم فلوس بيكون التعامل معاهم مش سهل. بيقول له فلاد انت كويس؟ بيقول له جورج بقالي كتير ما دخلتش معركه مع فارس عشان كده حصل اللي حصل، المهم دلوقتي جبته معاك؟ بيقول له فلاد ايوه الباب الرئيسي كان متراقب عشان كده قلت له يخش من الباب اللي ورا، لازم يكون وصل دلوقتي. بيقول جورج كويس هنهجم على حصد الاموال بكره، بس المره دي هنخلص الموضوع ده للنهايه، المهم ايه رايك فيه تمام؟ بيقول له فلاد ايوه تمام باين انه شخص كويس. بيقول له جورج فعلا استنجا بيحب الهزار ولطيف. بيقول له فلاد جسمه رشيق. بيقول له جورج وهو مستغرب هو خسر وزن بس كويس عشان اللي عاوز يعيش حياه طويله لازم يهتم بصحته. بيقول له فلاد ايوه فعلا ده حتى بيقدر يستخدم الهاله، انا متاكد انه بكره هنكسب. بيتصدم جورج وبيقول ايه؟ بيقول له فلاد شكله وصل. بيكون في صوت خطوات على السلم وبيسال جورج فلاد انت متاكد انه استخدم الهاله؟ بيقول له فلاد ايوه انا شفته بعيني. بيمسك جورج سيفه وبيخبط الارض وبيقول تعالى ورايا. استنجا ما يعرفش يستخدم الهاله. بيتصدم فلاد وفي اللحظه دي بيخش عليهم استنجا وكل هدومه وسيفه دم وبيقول والله زمان يا جورج. وبيمسح الدم اللي على السيف بتاعه وبيقول كبرت يا جورج واتغيرت كتير. بيقول جورج ايه اللي جابك النهارده؟ بيقول له الكونت جايدر مات. بيتصدم جورج وبيكمل كلامه لسه محدش عارف انه مات بس وبيملى كاس ويسكي وبيكمل الكل هيعرف قريب. وبيبص لجورج وبيرفع الكاس وبيقول نخب الكونت جايدر البائس. بيتعصب جورج وبيهجم عليه وبيضربه بالسيف بس مش بيصيبه وبيكون الراجل اتحرك بخفه وبقى ورا. جورج بيقول كمان نخب الكونت الجديد سيجمنت. بيصرخ جورج جودين. بتبتدي المعركه بينهم وبيقول جودين جيب الفارس الهارب جورج وارجع بسرعه، دي اوامر الكونت سيجمنت. بيزعق جورج سيجمنت مش القائد بتاعي. بيقول له جودين الكونت مش متوقع انك ترجع بمزاجك وهو اصلا مش عاوز كده. وبيكون فلاد بيحمي مارسيلا وبيقول لها المكان خطر يلا بينا من هنا. وبيكون رجاله المنظمه تحت بيندهلوا برلايت. فلاد ايه الدوشه اللي عندك دي؟ بيصرخ فلاد برالايت هات الكل وتعالوا بسرعه. جورج ولسه هيكمل كلامه بيكون جورج طاير في الهواء وبيقع لتحت والكل بيكون مصدوم. وبيخش جودين وراه وبيقول لسه قراراتك غبيه يا جورج. وبيخبط جورج في الارض وبيجروا عليه رجاله المنظمه وبيقول واحد منهم في ايه يا زعيم؟ وبيكون جورج مجوع وبيحاول يقف على رجليه وبيكون جودين بيبص له من فوق وفجاه بيطير سيف في اتجاه جودين وبيصد جودين والسيف ده بيكون من بطلنا وبيبصوا لبعض وبينط جودين لتحت وبيصرخ فلاد جورج ابعد. وبيكون جورج مش قادر ياخد نفسه بس بينط قبل ما سيف جودين يضربه وبيحاول يقف وبيقول له جودين ليه ما ردتش على الاوامر يومها؟ بيقول له جورج انا انسان ما بردش على الاوامر اللي مش انسانيه. بيقول له جودين لا انت فارس. بيتعصب جورج وبيبص له جودين وبيقول الدنيا بقت ليل من زمان وانا عاوز استريح. وبيجري فلاد وبيفعل جودين هاله السيف وبيصرخ فلاد لا وبيحرك جودين السيف بتاعه وبتظهر خطوط بتلمع على رجاله المنظمه وجورج معاهم. بعد لحظات بنشوف الاوضه كلها اتدمرت وفلاد قاعد في الارض بيكح من الغبار وبيحاول يشوف حصل ايه وبيتصدم من منظر الجثث في الارض. وبيكون جودين واقف قريب منه وشايل دماغ جورج. بيصرخ بطلنا جورج وبنعرف ان جورج وقف جنب بطلنا وكان اقرب واحد ليه بس دلوقتي هو مات. وبيمسك بطلنا السيف وبتلمع عينه وبيهجم على جودين وبيضربه بس جودين بيناور وبيبعد عنه وبيتصدم من حركه مسار السيف اللي عملها الولد وبيقول لنفسه ازاي واد صغير زي ده عارف مسار السيف. وبيبص له جودين وبيبتسم وبيهجم عليه فلاد وبيقول موت بس جودين بيضربه برجله وبيخبط في الحيطه وبيقول جودين لنفسه الموهبه دي فطريه مش مصدق انه حاول يناور هجمتي. وبيسمع بطلنا الصوت بيقول له اتنفس يا فلاد ما تخسرش. وبيكون بطلنا بيحاول يتنفس وبيقول جودين لنفسه خساره موهبه زيه يموت دلوقتي. وبيفتكر جودين نفسه لما قال له جورج وهو بيدربه انك تشوف المواهب الصغيره بتكبر حاجه جميله يا جودين. وبيقول جودين انت يا ولد الفارس لازم ياخد ثمن عادل، انا اسمي جودين وسني مش 42 سنه. وبيرمي عليه شرايح لحمه وبيكمل انا اخدت منك حاجه ثمينه بس هاخد ده.
وبيرفع دماغ جورج في ايده وبيكمل: ده تمن عادل وحقي كمنتصر. بيبصوا لبعض وبيقول له فلاد: هقتلك. بيمشي جودين وبيقول له: في حياتك دي ما تفكرش تسأل عن تمن تاني قدام شرايح اللحمه. بيتعصب فلاد وبيصرخ: هقتلك يا جودين، استنى. بعد شويه بنشوف جيمينا ساندا فلاد وماشيين في الشارع، وبيقفوا وبيمسك فلاد صدره وبيقع في الارض وبيكون بيتوجع وبيحاول ياخد نفسه. وبيفتكر قبل شويه لما كانت مرسله في البار بتقول له: قوم، عاوز تموت هنا؟ بيبص الارض وبتبص له بعصبيه وبتضربه على وشه وبتقول له: لم نفسك يلا، عارف ايه الفرق بيننا وبين الناس اللي عايشين في الاحياء النظيفه؟ الفرصه. الناس دي تقدر تقوم مره تانية لو وقعت، بس احنا ايه؟ بص، دي نتيجة فشل واحد مننا، هنموت لو فشلنا مرة واحدة، هو ده قدرنا، عشان كده اوعى تخسر الفرصة اللي بتجيلك مرة واحدة في العمر. وبنرجع للشارع وبتقول له جيمينا: انت كويس؟ نمشي بالراحة؟ بيقول لها: لا، خلينا نكمل، الموضوع مش هيقف هنا. وفجأة بيظهر عيل معاه سيف وبيقول: لقيته، ده الصغير اللي كان مع جورج. بيمسك فلاد جيمينا من ايدها وبيقول لها: اجري بسرعه. وبنشوف رجاله جاك بيجروا وراهم، وبعد شويه بنشوف رجاله جاك واقفين وبيقول واحد منهم: هم راحوا فين؟ كانوا بيجروا من هنا مش كده؟ بيقول له: اتضرب من بطلنا، يمكن راحوا من ناحيه تانية، دوروا في كل حته، هيكون ليكوا جايزه كبيره، هخليه يدفع الثمن غالي الحقير ده. وبيبتدوا يدوروا في الشوارع وبنشوف باب القفل بتاعه مفتوح، وبيكون بطلنا وجيمينا مستخبيين جوه. بيقول فلاد لنفسه: مش هنعرف نهرب وكل دول بره. وبيقول لجيمينا: لما تهدى الدنيا بره انت لازم ترجعي. بتقول له: وانت هتعمل ايه؟ بيقول لها: هلاقي طريقه اخرج بيها من هنا، هم قريبين مننا ولو اتحركنا مع بعض هننكشف. بتقول له: لا، انا عاوز افضل معاك. بيقول لها: انا وعدت مرسله انك هتساعديني اوصل لمكان كويس وبعدين هترجعي، روحي للدير قبل الفجر او عند هارفن. بتزعق وبتقول: قلت لك مش عاوزه. بيقول فلاد: انت مش شايفه الوضع متخلفه؟ انت في رايك هقدر احميكي دلوقتي؟ وبتكون جيمينا هتعيط وبيطلع صوت من جوه بيقول: مين عندك؟ بتجري جيمينا على الترابيزه وبتشيل سكينه وبيقرب منهم راجل معاه فانوس، وبيطلع الحداد العجوز وبيقول: انتوا هنا ليه؟ بتقول جيمينا: ما تتحركش يا راجل يا عجوز. بيقول لها: انت غبيه يعني؟ انت اللي اتعديتي على بيتي؟ بتقول له بعصبيه: قلت لك ما تتحركش والا هقتلك. بيبص لها العجوز ببرود وبتبتدي دموعها تنزل، وبيقول الحداد: فاهمك، بصي خلاص نزلي السلاح. بتقول له جيمينا: هات السيف. بيقول لها الحداد: ايه؟ بتقول له: السيف اللي كنت معلقه بره، الوضع بره مش امان، انا مش بهزر، هات السيف. بيقول لها فلاد: جيمينا نزلي السكينه. بتزعق وبتقول: هات السيف. بيقول الحداد لنفسه: هو ده حال الفقراء، بيعملوا اي حاجه عشان يفضلوا عايشين حتى لو هيسرقوا، انا كنت زيهم. وبيقول الحداد: الوضع ده محزن. بتتعصب جيمينا وبتمسك السكينه وبتقرب من العجوز وبيصرخ فلاد: جيمينا. بنشوف جيمينا بتمسك شعرها وبتقطعه وبتقدمه للعجوز. بيتصدم الحداد وبتقول جيمينا وهي بتعيط: هدفع لك الباقي، عارفه ده مش هيكفي بس هكمل لك ثمنه بعدين، ارجوك هات السيف لفلاد. بيبص الحداد لشعرها في الارض وبيقول لبطلنا: هتمشي من المدينه؟ بيقول له فلاد: ايوه. بيقول العجوز لنفسه: الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش اعملها طول عمري هيعملها الولد ده وهو لسه صغير. بيقول الحداد: انتوا يا عيال بتصعبوها عليا، تعالوا معايا. بعد شويه بنشوف عربيه زباله وبيجرها الحداد وبتقول جيمينا: ايه الريحه المقرفه دي؟ بيرد العجوز: زقي، مفيش حل غير كده. وفجاه واحد بينده عليه: انت عجوز، إيه اللي بتعمله في الوقت المتاخر ده؟ بيتعصب الحداد وبيقول لنفسه: الحقيرين دول كانوا هنا كمان. بيكمل الراجل: بترمي الزباله في الوقت ده؟ بيزعق الحداد: انتوا شويه اوغاد، قفلتوا كل الشوارع بالخناقه الغبيه بتاعتكم، المحل بتاعي اتملى زباله عشان ما اقدرش ارميها بسببكم. بيقول الراجل: مين ده؟ انا اعرف انك بتشتغل لوحدك. بيقول له الحداد: كنت تعبان وما قدرتش ارمي كل الزباله لوحدي، اديته شويه عيش عشان يساعدني، ولا هتيجي انت وتزق العربيه دي مكاني؟ بيقول الراجل: يلا مش مشكله، عشان انت الحداد الوحيد في المنطقه، بس لازم اعرف مين الولد ده. بيقرب السيف من طاقيه جيمينا وبيقول: ما تتحركش لو مش عاوز تجرح نفسك. وبيقطع الطاقيه وبتعيط جيمينا وبتقول: لقمه العيش بقت صعبه قوي. بيتصدم الراجل وبيقول: عدوا. بيقول الحداد: انتوا بتدوروا على ايه؟ بيقول الراجل: الواد الاشقر اللي كان مع جورج، ما قدرناش نلاقي جثته. بيقول له الحداد: دلوقتي نقدر نمشي؟ بيقول الراجل: لسه في حاجه عشان نتاكد. انت يلا اتاكد من العربيه بس ما تعملش ده هنا، اعمل كده بعيد. بيتصدموا الحداد وجيمينا وبيقول: واد اسمر مع رمح. تمام. بيقول الحداد لنفسه: يمكن كان لازم نمشي من سكه تانية، بس ما فيش مكان تاني نروح له. بيقول الاسمر: انت معاك زباله كتير؟ بيبص الاسمر وبيحس انه في حاجه تحت الزباله، وبتكون جيمينا مرعوبه وبيقول الاسمر: ما تكرهنيش، ده شغلي. وبيضرب الرمح في الزباله وبتحط جيمينا ايديها على وشها وبيترعب الحداد. وبيقول الاسمر: سمعت ان هارفن سايب مركب في النهر هناك، الكل مشي من الناحيه دي، هم فاكرين انه في حاجه ورا المركب، خليك فاكر الكلام ده كويس، دلوقتي تقدروا تمشوا. وبعد ما بيمشوا بيقول الاسمر: ده عشان ال 40 فضه بتاعت اخويا الصغير. بيقول له فلاد: شكرا يا اوتار. بعد شويه بيوصلوا للمركب. بيقول العجوز: اخيرا الزباله من هنا بتخرج بره المدينه. بتعيط جيمينا وبتقول: سلام يا فلاد، يا ريت تكون بخير. وبنشوف فلاد بيتزحلق مع الزباله وفي ايده السيف. بتعدي فتره وبنشوف بطلنا قاعد في مغاره في الغابه، بيقول وهو شايل السيف بتاعه: انت سامعني؟ بيرد الصوت: ايوه. بيساله فلاد: انت مين؟ بيرد الصوت: مش عارف. بيقول له فلاد: كان عندك حاجات كتير كنت عاوز تقولها عن السيوف بس ما تعرفش انت مين. طيب يمكن كده احسن، بص انا هساعدك بس انت كمان لازم تساعدني، انا خليك تفتكر ذكرياتك وانت عاوزك تكون سيفي، مش هاممني لو كنت شيطان حتى، بس خايف ان اكون ولا حاجه. بيقول له الصوت: طيب انا هحكي لك عن سيفي. وبكده يا جماعه خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. يا ترى مين الصوت اللي بيكلم فلاد؟ وفلاد هيعمل ايه بعد ما جورج والمنظمه كلهم ماتوا؟ وايه اللي مستني بطلنا قدام؟ كل ده هنعرفه في الحلقات الجايه. ودي الكومنتات اللي جابت كلمه السر صح في الفيديو اللي فات واللي كانت سيوك. وكلمه سر فيديو النهارده هي سيد السيف. اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان تكونوا اول حد يشوف الحلقات الجايه. استنونا في كل جديد.